السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل معاكم فيديو حلو قوي النهارده، ناس كتير بتحبها. هنعمل صينيه الجوانح، صينيه حلوه قوي وطعمها احلى. احنا ان شاء الله هنعملها، هنتبلها، وهنعمل برضو معاها البصل الصغير ده القورمه، وهنعمل معاها البطاطس الصغيره. بس احنا دلوقتي هنبدا في التتبيله، لان التتبيله ديت انا بعملها من بالليل، اللي عاوز يعملها الصبح يعملها، واللي عاوز يعملها بالليل براحته، دي حاجه تبع راحتكم. بس لما تكون بالذات اي نوع فراخ لما بتحب تتبليه وتتبليه بالليل يعني على بيت وكده، صدقيني بيبقى ليه طعم تاني خالص. وبسم الله ما شاء الله ما شاء الله عليه، التتبيله دي حلوه ان شاء الله. دول 2 كيلو جوانح اهو، جبتها غسلتها بالليمون والخل والدقيق ونضفتها من اي حاجه، بسم الله ما شاء الله عليها، عشان برضو ريحه الزفاره. دي نص كوبايه كاتشب مع 3 معالق مستردة، معلقتين مايونيز، دي كوبايه زبادي، لو عندك لبن رايب مفيش مشكله، دي 3 معالق صويا صوص، ده ليمونتين عصرتهم. البهارات معانا بهارات فراخ معلقه، كله معلقه، معانا بابريكا، معانا جنزبيل، معانا شطه، معانا فلفل اسمر، معانا قرفه، والملح كله معلقه. وان شاء الله التتبيله هتلد عليكم. دلوقتي هنحط بتاع التتبيله كلها، هنحط كاتشب، مستردة. تتبيله لو عاوزه تعمليها للبنات تبقى جميله قوي، للشيش برضو بتبقى جميله، لتتبيله الفراخ يعني حلوه اهو. صويا صوص اهو، والليمون، ده البهارات اهو. هنقلب كله في بعضه، وبعد كده هنفرغ، هنحط الجوانح. صينيه جميله قوي وهتبقى وهتعجبكم ان شاء الله. عاوزه تاكليها جنب رز ابيض، جنب مكرونه مفيش مشكله، جنب عيش برضو مفيش مشكله، يعني كل حاجه بتنفع لها. قلبها لغايه بس ما يكون يرم كده. خلاص التتبيله خلاص كلها دخلت في بعضها. هنحط الجوانح بسم الله. ان شاء الله الطريقه دي هتعجبك قوي. في ناس بتحب قوي الجوانح، في اللي بيعملها بانيه، وفي اللي بيعملها بحمرها، بيعملها في تتبيله ويحمرها. بس الطريقه ديت حلوه قوي ان شاء الله، لما تعمليها هتلد عليك. كده فرغنا كل الجوانح، هنقلبها بقى. لازم كل التتبيله تخش فيها، تحط بقى في التلاجة، بصراحه بتدي لون جميل قوي اهي. احسن كمان لو الواحد مسكها بايديه وعملها تبقى حلوه، التتبيله بتخش في كله اهي. طريقه سهله وطريقه حلوه اهي. خلاص كلها التتبيله خشت فيها، عشان لما بتيجي بقى التتبيله بتخلي الطعم جميل. كده خلاص. انا عملتها كمان في الحله اللي انا هحطها في التلاجة، بدل ما اقعد اعمل في صينيه وارجع افرغ اهي. بسم الله ما شاء الله عليها. وان شاء الله هنوريكم هنعمل فيها ايه. احنا دلوقتي تبلتها زي ما قلت لكم، اللي عاوز يتبلها في نفس الوقت مفيش اي مشكله. انا تبلتها وحطيتها ليله كامله في التلاجة. معايا كيلو بطاطس الصغيره الجميله دي اهي، بقشرها وبحطها شويه في الملح. ولو عاوزه تعملي، انا بعمل يجي ربع كيلو بصل، بس انا بصراحه عملت الكميه دي كلها، يعني الكميه البسيطه دي، بس البطاطس بتبقى اكتر من البصل. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحمر البطاطس، عشان لو حطيتيها كده هتلتقي زي يعني ايه، معجنه، تحسي كده ان طعمها مش حلو. لكن لما بتدي لها بس تلويحه بسيطه بس في الزيت، بسم الله، يعني مش بتحمرها قوي، المهم ان انت بس بتحطها في الزيت شويه تصفريها، وبعد كده تخشيها. الكميه هتتحط كلها مفيش اي مشكله. خلي بالك عشان بس لو في ميه عشان الزيت. كده خلصنا.
بعدها كده خلاص اصفرت، انا مش عاوزاها تحمر قوي اهي. نفس هفرغها للزيت بسم الله. والبصل انا ما بحمرش البصل، انا هجيب جوانح وهمسكها ارصها قوي. اللي عاوز يكتر بطاطس مفيش اي مشكله، ما هياش وحشه، بس انا الكميه عندي بسم الله ما شاء الله اهيت. هرصها كلها بنفس الطريقه. انا كده رصيتها في الصينيه، هحطها بس على البوتاجاز تاخد غلوه واحده بس يمكن 10 دقايق، وبعد كده انا مسخنه الفرن هقوم سايباها بقى مع نفسها، وان شاء الله لما تطلع هتشوفوا شكلها ايه. بعد ما خلصنا صينيه الجوانح بسم الله ما شاء الله، يعني شكلها عامل ازاي واستوت وحلوه قوي وريحتها جميله من التتبيله اللي احنا عاملينها. يا رب تعجبكم، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.